انا محباتي الغاليات ان شاء الله تكونوا كامل ملاح. انا الحمد لله راني في نعمه، ربي يدومها عليا وعليكم. مرحبا بكم في قناتكم المتواضعه والبسيطه. حبيبتي جيت ريبوندي اليوم على هذا الكومنتير تاع الاخت بزاف بزاف. مدعمتني، ربي يحفظك حبيبتي، وما كاش مشكل والله، غير هاد الغوسات درتها على جالك اليوم. ونتمنى يوصلك لا فيديو، وحبيت نقول لك ميرسي بوكو على الدعم ديالك. انا حبيباتي جيت نشارك معكم واحد الكغاتا بزاف اقتصادي وبنين بنتو الهبال تاع الدنيا. مهم حنا كامل عندنا هذاك الراس تاع الشيفلو اللي يكون تحت كامل الفريجيدير ناسيينو. المهم حبيبتي روحي تجري تجبديه، اغسليه الله الله بالشن والطبع، ونقيه بيان سور كيما شفتو انا غسلتو وقطعتو كشغل الازهار، ما تفتوش. المهم حبوباتي، وانا كنت درت القدره، درت فيها الماء تغلي من قبل، وحطيت هذاك الشوفلور ديالي، انا راس صغير ماشي كبير بزاف. المهم حبوباتي درت فيه الملح ودرت فيه ورقه تاع الرند هكا باش ما يطلقش الريحه، كيما على بالكم الشوفلور يطلق الريحه، ونخليه يغلي على نار هاديه، ونروح ندير الحشو تاعي. الحشو تاعي اقتصادي، اللي هي حبه بصل صغيره، زوج حبات طوماطيش، انا كانوا عندي صغار، اللي عندها كبيره دير متوسطه يعني، حبه صغيره تاع القرعه، انا كانت عندي حبه كبيره قسمتها. المهم زوسينات تاع الثوم، المعدنوس والزروديه كانت عندي صغيره، استعملت واحد 3 هكاك ولا 4 بصح صغار كامل. نتوما من ليسونس ديروا حبه تاع بصل صغيره، حبه تاع طوماطيش، وحبه تاع القرعه، وحبه تاع الزروديه والثوم والمعدنوس. هذا ما كان. علاش قلت لكم هكا من الاول؟ باش اذا اللي ما تعجبهاش الوصفه تفوتها. هذا ما كان. انا هنايا في النجره تاعي درت فيها شويه تاع الزبده شويه تاع الزيت، وقطعت هذيك البصل بتيدي مكعبات، خليتهم يتقلاو بالقانه، نقصوا لها النار، ما تخلوش البصل تاعكم يتحمر لكم على نار قويه، هكا البنات باش تجيب بنينه الماكله. المهم بعد ما تقلى لي مليح، قطعت هذيك الزروديه بتيدي تاني، وخليتها تتقلى بالقانه. المهم ومن بعد زدت قطعت هذه النص حبه تاع القرعه، اللي عندها حبه ديرها، انا كانت عندي حبه كبيره درت النص. كيما على بالكم بلي القرعه ماشي مليحه بزاف، تمرر الماكله. المهم خليهم يتقلاو بالقانه على نار هاديه البنات. ومن بعد ما يتقلاو لي بيان، ندير زوج حبات طوماطيش صغار، نتوما ديروا حبه متوسطه نحو لها قشورها، وقطعوا هذه بتيدي هكا البنات، وخلوهم يتقلاو بيان. هنا حبيباتي زدت مغرف تاع طماطم مصبره، ونخليهم يتحمصوا لنا مليح، وكما قلت لكم تبقى النار هاديه كامل هكا باش تجيكم الحشوه تاعكم بنينه وتتقلى بيان بالشان والطبع. هنا درت شويه تاع الهريسه، اللي تحب الهريسه بزياده تحط، اللي عندها دراري صغار ما تقدرش دير ما ديرش. المهم حبيباتي هنا عندي زوج سنينات تاع الثوم تاني نعبيهم، ولا اللي عندها توم كونجلي كانت رحياته كامل تقدر دير مغرف صغيره. المهم حبيباتي نقليهم مليح، ومن بعد حبيباتي نقطع شويه تاع المعدنوس. هنا المعدنوس اختياري، كاين اللي يحبو كاين اللي ما يحبوش، مي يعطيكم واحد البنه يا البنات روعه روعه. انا ثاني نحب بزاف المعدنوس، درت شويه برك والباقي نخليه للتزيين. هذا ما كان، نخليهم يتقلاو. هنا حبيباتي نروحو تاني نديرو لي بيس تاوعنا. لي بيس تاوعنا كل وحده كيفاش تحب دير، بصح انايا واش درت فلفل الكحل، شويه تاع راس نحانوت، الكركم بزاف مفيد للصحه، وكانوا عندي توابل تاع الدجاج تاع الشاورما درتهم، والملح. تقدروا تاني تستعملوا الجامبو، انا ما استعملتش هنا الجامبو. وهنا حبيباتي بعد ما تقلاو لي مليح المقادير تاعنا كامل كيف كيف، هنا زدت نص كاس تاع الماء يكون سخون هكا البنات، ومن بعد نخلوه يطيب على المهل ديالو حتى تنشف لنا هذيك المرقه الماء. المهم بعد هنا درت كلمسه زيت زيتون، اللي ما تحبش تقدر تستغنى عليها. هنا بعد ما نشفت لي المرقه ديالي كامل، نروح نجيب فرشيطه ونمرسها. البنات ما تمرسوهاش كامل،
نمارسوها بشكل جزئي برك. المهم حبيباتي، وهنا نروحوا للشفلوغ. الشفلوغ تاعنا هنا بعد ما صفيتو وخليتو يبرد، المهم حبيباتي هنا جبت فرشيطه ولا اي حاجه ومرسوها تاني، مرسو الشفلوغ تاعكم مليح مليح. هنا حبيباتي اسمحولي على التصوير ولا راني بلا سيطور، تسمى راني نتعدل في التصوير. المهم حبيباتي انا هنايا درت حبه تاع البيض. الشفلوغ تاعي كما قلت لكم الشفلوغ تاعي صغير، استعملت حبه. اذا درتو شفلوغ كبير بزاف ديروا زوج حبات هكا البنات. المهم هنا درت مغرف كبيره تاع الزيت مع فلفل الكحل وشويه تاع الملح. تقدروا تحبوا تزيدوا الفرماج بورسيون هذاك الطري ديروه. وهنا نزيد مغرف تاع الفارينو ونخلط المقادير كامل مع بعض بهذه الطريقه كيما راكم تشوفوا البنات. وهنا حبيباتي بعد ما وجدت كامل المقادير ديالي، الحشو تاعي كان برد لي، من احسن ابداو به هو الاول باش يبرد لكم، ومن بعد راحوا ديروا الشفله حضره. هنا حبيبتي عندي هاد البلا ديالي دهنته بالزبده او المارغرين، حطيت هذاك الخليط تاع الشفله وحبيت قاعد نساوي فيه بالمغرف بهذه الطريقه البنات، حتى نساويه كامل على المول ديالي. هنا حبيبتي انا درت له شويه تاع الجبن كما راكم تشوفوا، تقدروا تستعملوا في بلاصه هذا الجبن. انا ما كاش عندي جبن طري تاع بورسيون درتها هدايا. المهم بعد نحط الحشو ديالي فوق الفرماج هكا البنات ونساوي كامل على السطح تاعنا. هنا حبيبتي زدت كريمه، هي كريمه البيشاميل، صوصه البيشاميل يعني معروفه صوصه البيشاميل. ما نديرها ما درتهاش عقده بزاف هكا باش ما تجيش كما نقولوا حنا الكغاده تاعي ناشفه. المهم حبيباتي كما راكم تشوفوا تقدروا ديروا اي صلصه تحبوها. تقدروا تاني تستعملوا واحد الصلصه البنات اللي هي بواط ناتور مع بنفس البواط تاع ناتور ديروا البواط تاع الحليب، ديروا حبه بيض وفرماج وملح وفلفل الكحل وخلطوها وديروها فوق الحشو ديالكم. وانا هنا بعد درت ربيت فوقه الفرماج. الفرماج استعملته نابولي ولا الامازيغ، يذوبوا روعه ويجوا بزاف بزاف بنات. انا هنا كنت خليت الفرن تاعي يسخن على 200 درجه ومن بعد دخلته. انا طيبته من التحت وزدت حمرته من الفوق. شوفوا البنات هاو الشكل النهائي للغدا تاعنا اقتصادي بدون دجاج بدون لحوم، يجي بزاف بنين. انا دريسيته مع شلاطه تاع فلفل وطوماطيش وبصل وزدت شويه تاع الحار. هذا ما كان ويجي غاتا هبلوا عليه الدار البنات بزاف بزاف بنين. وهاد الغادا درتو ولا غير على جال حبيبتي وعلى جال الاخت اللي كومونتات لي وقالت لي ديري لي غدا اقتصادي ويعجبوني وصفاتك، والله غير فرحت بزاف كي لقيت الكومونتير تاعك. المهم شوفوا البنات كيفاش يجي القوام تاعو، خلوه يبرد ومن بعد قسموه. المهم حبيبتي يجي بزاف بنين، ما تنساوش تخدموا لي. باي باي.